يا أهلا بالفيلموية. النهاردة هنتكلم عن فيلم المغامرة والإثارة The Warrior's Way اللي من إصدار سنة 2010. لكن قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. الفيلم بيبدأ مع بطلنا يانج اللي بنشوفه بيموت صديقه عشان عاوزه يموت الطفلة دي وريثة عرش الإمبراطورية اليابانية، وبسرعة بياخدها يانج وبيهرب بيها ناحية الغابة وبيحميها من أي حد بيحاول يقرب لها. ولما بيوصل لأحد البيوت بتستضيفه العجوزة اللي ساكنة فيه وبتقدم له الأكل. بتكون العجوزة دي جاسوسة لجنود الساموراي وبتحاول تموت الطفلة، لكن يانج بسرعة بيكتشف وبيموتها، وقبل ما يمشي بيولع في البيت. وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لقرية متدمرة بسبب هجوم اللصوص والمجرمين عليها، وهناك بيرحب بيه أهل القرية اللي بيكونوا مستغربين من شكله وهدوءه. وبيسألهم يانج عن صديق ليه كان عايش في القرية، وبيتكلم معاه الرجل القزم وبيقول له إنه ساب القرية بقاله فترة طويلة، وبيوري له بيته اللي كان عايش فيه وبيسكن يانج فيه، وبيتعلم الزراعة وغسيل الملابس وبيعيش عليهم مع الطفلة، واللي بتعلمه بتكون بنت جميلة اسمها لين. بيكون يانج هادي وساكت طول الوقت، وبتستغرب لين من تصرفاته. لما بتسأله عن الطفلة بيقول لها إنها بنته وما بيرضاش يتكلم تاني عنها. بعد شوية بنشوف يانج وهو قاعد مستني الزباين لحد ما فجأة بيدخل 3 أولاد شوارع بيدوله الملابس بتاعتهم عشان يغسلها، وبيهددوه لو ما خلصهمش بدري هيضربوه، لحد ما بيوصل الرجل القزم وبيزعق لهم وبيطردهم. وبيقعد يانج يلعب مع القزم بالكوتشينة، وبيشوف لين وهي رايحة ناحية المقابر ومعاها زهور. لما بيسأل القزم عن سبب مروحها لهناك بيقول له القزم إن لين ماضيها مش كويس، وبيبدأ يحكي له ويقول له إن في شرير اسمه لغم كان بيجي يهجم على القرية مع جنوده وبيموت أي حد يعرضه، وبياخد فتيات القرية ويتسلى بيهم. وفي يوم من الأيام جه الدور على لين ووالدها كان جنود لغم مكتفينه وهي داخلة لقائدهم بالعافية. ولما دخلت وحاول لغم يقرب منها بتمسك الزيت وبترميه على وشه وبيتشوه وبيبقى شكله قبيح، وبسرعة بتهرب لين. بيطلع وراها لغم وبيصوب المسدس ناحيتها وبيضرب النار على ظهرها وبيروح يضربها. ولما بيحاول والدها انه ينقذها بيموته لغم، ولما بتطلع مراته وهي وبنتها الطفلة الرضيعة بيموتهم لغم هما كمان. ولما بيسيب لغم القرية بيروح الأهالي يدفنوا جثث عيلة لين، وفجأة بيكتشفوا إن لين لسه عايشة فبياخدوها وبيعالجوها، وبقوا كل لما يرجع لغم للقرية يخبوها. بيقرر يانج ياخد لين ويعلمها فنون القتال، وبنشوفه وهو بيغملها عينيها وبيطلب منها تحدف السيوف على الخشبة اللي واقف عندها. في الأول لين بتكون خايفة وبتقوله إنها مش هتعرف، لكن يانج بيفضل يشجعها لحد ما بتحدف أول سيف ومش بيجي فيه، وبتبدأ لين تحدف كل السيوف وبتنجح. ولما بتشيل العصابة اللي على عينيها بتلاقي يانج مشي، لكن السيوف بتكون لسه موجودة في المكان المطلوب، وبكده تكون نجحت في التصويب. وبتروح لين تشكر يانج على تشجيعه ليها، وبتفضل تحدفه بالطوب عشان يرجع يقعد معاها. وبيقعد يانج يحكي لها عن حقيقته وان هو تبع الساموراي، والطفلة دي مش مجرد طفلة عادية وفي جنود عاوزين يموتوها. وبياخدها وبيوريها الأسلحة بتاعته وبيقول لها ان السيف بتاعه لو فتحه باقي جنود الساموراي هيسمعوه وهيحددوا مكانه، عشان كده ما بيستخدموهوش إلا في الأوقات الضرورية. وفي البحر بنشوف جنود الساموراي واللي بيكون قائدهم مدرب يانج في السفينة اللي احتلوها بعد ما قتلوا كل الطاقم بتاعها. وبنرجع تاني ليانج اللي بيعلم لين المحاربة بالسيوف الصغيرة بتاعته، وبيفضل يلعب معاها لحد ما بتزيد العلاقة ما بينهم وبيحبها يانج، لكنه ما بيقدرش يعبر لها عن حبه عشان ما يأذيهاش. وفي حفلة الكريسماس بيتمنى يانج انه يقوم يرقص مع لين اللي لما بتشوفه بيحرك رجليه بتروح تعرض عليه يرقصوا بره الحفلة لوحدهم. وبياخدها يانج وبيقضوا الليلة بره لوحدهم، لكنه بيكمل معاها تعليمها فنون القتال. في الليلة دي بيوصل لغم هو وجنوده للقرية، وبنشوفه وهو بياخد المهرج وبيبدأ يهينه ويجرب عليه الرصاص، لحد ما فجأة بيوصل أحد الرجال المخمورين اللي مش بيكون في وعيه وبياخد كوباية الشاي من على راس المهرج وبيشربها. طبعا لغم بيستغرب من الكينج ده اللي ظهر قدامه، وبسرعة بيضربه بالكرباج وبيربطه في الحصان وبيؤمر الجندي يلف بيه القرية. بتكون لين بتراقبه من بعيد ومستنية اللحظة المناسبة عشان تهجم عليه وتاخد انتقام عيلتها، لكن فجأة بيوصل أهل القرية من وراها وبياخدوها وبيربطوها في المغسلة وبيطلبوا منها تهدى عشان لغم لو حصل حاجة مش هيسيب حد في القرية عايش.
وبيروح معاهم يانج وبيقول لها تفضل هاديه عشان مفيش حد من اهالي القريه يتاذي، وبتقول له لين ان مش ده اللي هو دربها عليه. بنرجع للغم اللي بنشوفه وهو بياخد جوله وسط فتيات القريه وبيختار منهم المناسبه ليه، واخيرا بيشوف واحده اللي بتفضل تقول له انها متجوزه وعندها اطفال، ولما بيوصل جوزها بيموتهم هما الاتنين. وبيقعد لغم ياكل، وفجاه بتدخل عليه لين مع الجنود وهي لابسه افضل الملابس عندها، ما بيتعرفش عليها لغم، وبيطلب من الجنود يطلعوا بره ويسيبوهم لوحدهم. ولما بيحاول لغم يقرب منها بتطلب منه لين يغير هدومه. وبنروح لأهل القرية اللي بيكتشفوا إنها مش موجودة، وبيفهم يانج إنها راحت عشان تموت لغم، فبيقرر ياخد السيف ويفتحه لأنه بيحبها ومستعد يضحي بأي حاجة عشانها وينقذها. بنرجع للين اللي لما بتقرب من لغم بتلاقيه قاعد ماسك لها المسدس وبيضحك وبيقول لها انه عرفها من ريحتها. وبيوصل الجنود وبيحوطوها، بيوصل يانج في الوقت المناسب وبيموت كل الجنود الموجودين. ولما بيلف عشان يموت لغم بتطلب منه لين يسمح لها تموته، لكن فجأة لغم بيمسك لين وبينط من الشباك وبيهرب. لما بتحاول لين تنشن عليه السكينة بيطلع جندي تاني وبيهرب لغم من القرية. بيكون كل أهالي القرية متضايقين من لين عشان لغم هيروح يجيب جنود تانيين وهيهجم على القرية ويموت كل اللي فيها. بنروح ليانج اللي بيلم حاجته وبيقرر يمشي من القرية قبل ما جيش الساموراي يحدد مكانه، لأنه فتح السيف وبيجي ياخد الطفلة، لكن لين وأهالي القرية بيقفوا له وبيطلبوا منه يساعدهم وينهي اللي بدأوا مع لغم وجنوده. وبيقرر أهالي القرية لأول مرة يحاربوا لغم، وبيروحوا يحفروا في المقبرة اللي عاينين فيها الأسلحة وبيطلعوها وبيتدربوا عليها وبيبدأوا يستعدوا للحرب. وفي يوم الحرب بنشوف يانج وهو واقف مع الأهالي في القرية وكل واحد واخد مكانه ومستنيين لغم وجنوده، والطفلة بتقعد مع أحد الأشخاص جوه قبو تحت الأرض. وأخيرا بيظهر لغم من بعيد، وأول لما بيقرب الجنود عند قطعة الأرض الزراعية بينفجر اللغم اللي كان فيه وبيموت كل الجنود حتى الأحصنة. وبيفضل منهم شوية بيكملوا لحد القرية، وبيهجم الأهالي بقوة على الجنود وبيضربوهم بالأسلحة وبيحرقوهم بالنار وبينتقموا منهم على اللي عملوه. وبتملى جثث القرية وبتكون القرية عبارة عن حطام. فجأة بيوصل عدو مش متوقع وهم جنود الساموراي، وعلى رأسهم القائد اللي ربى يانج، وبيهجم جنود الساموراي على كل الناس اللي قدامهم بما فيهم جنود لغم اللي بيدافعوا عن نفسهم. وبيوصل يانج وبيستخدم مهاراته في القتال وبيحارب جنود الساموراي، وبتهرب لين والرجل القزم ومعاها الطفلة وبيتتبعهم جنود الساموراي. وفي الكوخ اللي فيه يانج ولين بسرعة بتدي لين الطفلة للقزم وبتطلب منه يهرب بيها من الباب الخلفي، وبياخدها القزم وبيروح وراه جندي، ومع آخر جنديين بيخلص عليهم يانج ولين بيسمعوا بكاء الطفلة وبيطلعوا بيلاقوا القزم غرقان في دمه، وبيقول لهم ان لغم خد الطفلة لقصر القرية. بيروح وراه يانج وبيلاقي الجنود واقفين على السلم، فبيقرر يطفي النور وبيدخل بسرعة يموتهم كلهم. واخيرا بيدخل عند لغم اللي بيهدده بانه هيقتل الطفلة، لكن يانج بسرعة بيكسر المسدس لنصين وبينقذ الطفلة. وبتوصل لين وبتطلب منه يسمح لها تموت لغم. بتدخل لين مع لغم في معركة قتالية بتفوز فيها لين بعد وقت طويل وبتموت لغم، وبكده بتكون اخدت انتقام عيلتها. بتشكر لين يانج، وفي طريقهم للخروج بيقابلوا معلم يانج على السلم اللي بيطلب منه يسلم نفسه، وبيدي يانج الطفلة للين وبيطلع مع المعلم بره علشان يتقاتلوا. بيقول له المعلم ان الطفلة ما بقاش ليها لازمة ومش هي الهدف بتاعهم دلوقتي، الهدف الاساسي ليهم انهم يموتوا يانج عشان هو خانهم وما بقاش يانج الطفل اللي دربه المعلم على الكره. وبيفكروا المعلم بالكلب اللي موته وهو صغير، وبيكون المعلم متدرب كويس فبيقدر يصد هجمات يانج. ولما بيفضل يضغط على يانج ويفكروا بموت ابوه وانه هو اللي قتله لما كان بيجرب السيف، بيتضايق يانج وبيفقد صوابه وبيقدر انه يموت المعلم. واخيرا بيسقط المعلم على الارض، وبيقول له المعلم ان الجنود هيفضلوا يلحقوه لحد ما يموتوه لانه عار على الساموراي. وبيموت المعلم، وبيقرر يانج انه يودع لين ويسيب الطفلة معاها وبيطلب منها تعتني بيها لحد ما تكبر. وبيمشي يانج من القرية عشان ما يعرضش حد للخطر تاني. وبيفضل يانج الساموراي طول عمره ماشي ما بين الصحراء والجليد، وكل لما الجنود يعرفوا مكانه من صوت سيفه يحاربهم ويتنقل لمكان تاني. وهي دي كانت أسطورة الساموراي يانج. وبكده بنوصل لنهاية فيلمنا. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.